مرحبا بكم الناس الكل، على سلامتكم. ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. اليوم فطورنا ياسر بنين وياسر باهي ويعجبكم، وطولوا بالكم معايا شويه على الفيديو وما تندموش. ونبدا وصفتنا مع بعضنا. خذيت كعبه بصل كبيره حطيتها في الاشوار، خذيت راس ثوم ربيته خاطر الاشوار ما ترحيش الثوم بالباهي، يعني ما ترحيش على الاخر. خذيت صدر متاع الدجاج او قطعته شويه خاطر نعاون الاشوار، ومش نرحي الكل مع بعضه. مش نفوح لما حالته، ومش نحطوا الملح والفلفل الأكحل والكركم وشوية إكليل ونرحي الكل مع بعضه. وبعدين مش نحط مغرفتين شابلور. بالنسبة للشابلور للراني مفوحته، عندي فيديو في القناة شابلور مفوح، مش يعني مسخن في الفور ومرحي وكهو، مفوح ويقعد حتى بالعامين ما يجرى له حتى شيء. اللي يحب على الطريقة يرجع للقناة. كهو بالطبيعة علاش حطيتك شوية من زوز مغارف شابلور؟ على خاطر الدجاج ولك شوية بصل ما فيهم الماء، يبدا طري ما يتكعبرش بالكدا. اكل مغرفتين شابلور هذوكم يعني يشربوا كل الماء متاع الدجاج والبصل. جيت لهنا نكعبر فيها شوية عدد الدجاج، وكيف الناس قبل كانوا يعملوا البنادق اللي هم الكعابر ذوما باللحم البقري. ومش مشكلة، احنا اليوم الزمان ولا صعيب برشا، وصغيراتنا كرهوا الدجاج وكرهوا الطرف ذيك الباي ما عادش ياكلوه. كي نعملوا كعيبرات كيما ذوما نطيبوا بها مقارونه، نطيبوا بها مرقه. تتعب الكروينه بك الكعيبرات هذوكم مع كعيبه لوبيا ولا مع كعيبه حمص، يولي ويشتهاوها الصغار والكبار زاده. حسيلو ماذا بني انا حصلت نعمل فك الكعيبه بنادق. نرحب بالناس الكل اللي دخلوا جدد للقناه، شكرا جزيلا وبارك الله فيكم الناس الكل. ونتمنى ان شاء الله منكم كل واحد يتفرج ومش عامل ابوني يعمل ابوني، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وماذا بيا كل فيديو تتفرجوا عليه تعملوا عليه لايك. وشكرا لكم الناس الكل. اي هنا حضرتك الكعيبرات، صبيت الزيت اللي حاجت به بالضبط باش نطيب المرقه، مانيش باش نقليهم. نقولوا احنا مثل المرقه متاعك يلزمها كاس زيت، صب كاس زيت هكا. وحطيتك الكعيبرات هذوكم باش مش نحمرهم شويه هكا يرجع ذهبي لونهم، مش نحمر فيهم، نحبهم يتكبسوا شويه. وشوفوا مرة ما يتحلوش غير هكا من الاول نسيسوا عليهم شويه، وبعد باش نحطهم يطيبوا كما اللحم. شفتوا كيفاش لونهم يولي ذهبي محلاه؟ سامحوني. هاكا تفرج هاكا نحرك فيهم كيما واحد يحرك في المرقه هاكا، شفتوا وما تحلوش. هياكا حمرتهم شويه غاديكا باش شدوا رواحهم، وباش نطلعهم نحطهم في الصحين هذايا باش نطيب المرقه عتو. لا اله الا الله محمد رسول الله. قلت لكم عدا شوفوا مطاطيه محلاها. جيت لهنا اكل الزيت اللي حمرت فيه الكعيبرات هذوكم نتاع الدجاج اللي قلت لكم احنا في تونس نسميوهم بنادق. عندي كويس لوبيا منفخه مش برشا طريف. انا كنت نطيبها بالكعابه كهو الحقيقه، بعد قلت ليش الطريف هذيك يعني ما عندها ما نعمل بها برا كما نحطها معاهم. حطيتك شويه اللوبيا، حطيت مغرفه طماطم، ملح، فلفل اكحل، شويه فلفل مرحي، شويه كركم. ما عملتهاش زعره، ما عملتهاش حمرا برشا، هاكا مستحب اللون. قليتك اللفحات هذوكم ورميت هكا الصحين بك الكعيبرات وخليتهم يطيبوا. هاو هنا رجعت قلت لكم باش نرجع، جيت نتفقت اللوبيا لقيتها مازالت شويه. هاو هنا عاودت رجعت مره اخرى لقيت اللوبيا طابت والكعابر طابوا، وصبيت الزيتون وهذاك فلفل تربلسي، فلفل برا عبيد. انا راني هذاك نتاع مناوله. انا وقت ديش نصبر السنين مره اخرى نحيت الماء نتاعو شويه اللي مازالت لي، واستقطرتها في الكاسكاس وحطيتها في الفريغو. وهاكا كي نجي حاجتي ناخذ قرنين نرميهم في الفطور، ما نخليهمش عام وعام ونص في الماء نتاع الملح. بدابا طاب والويش نحطهم في الفريغو كاكا وبالكدا ما جالهمش. شوفوا شنيا رايكم في مرقتنا. اي توي كاش نعملوا الخبز، خاطرني انا عملت هذوما فرد نهار السبت طيبتهم فطور الخبز والمرقه. حطيت كيلو سميد جيت، حطيت رطل فرينه، انا حبيت نعمل كل وصفه وحدها. حطيت زوز ساشيات خميره فوريه بالطبيعه خاطر الدنيا بدات تبرد شويه، يعني كيلو نص تسمى كميه باهيه محترمه.
صبيت عليهم الكاس مفاتر، صبيت كاس حليب بحرارة الغرفة الحقيقة. حطيت 2 مغارف سكر، حطيت 3 مغارف تقريبا خل، حطيت 2 مغارف تاع قهوة ملح، والكويس هذاك اللي نقيس بيه تقريبا الى غير 4 هكاك زيت، يعني نقول اكثر مش طار بشوي. وحركت الكل مع بعض. وبالطبيعه هنا مداباني حطيت الحليب بحراره الغرفه، الماء نحطه سخون شويه اللي مش نعجن به. خلطت الكل مع بعضه. والخبز تويك ولا ديما مفقود كما تعرفوا، ديما نقول لكم في برشا فيديوهات، اللي ما يخلاتش ياخذ بيو من الصباح في العشيه ما يلقاش، حتى اللي مش يلقى خبز يلقاه بارد برشا ويلقاه ني، ونعمه ربي حاشا نعمه ربي حسيلو. هكا صبيتك شويه الماء هذيك الفاتره، وقعدت نعرك في العجين فك القصيعه اللوحه هذيك. واليوم عجينه راهو متميز شويه، خمرته تقريبا 3 مرات، يعني هاتوا تشوفوا حسيلو اللي نسبق في الاحداث. عرقته شويه هنا وحطيت له شويه زيت كما شفتوني، وغطيته بالبابي سولوفان وخليته يخمر. هنا المره دي خليتها تقريبا يجي ساعه ونص. قلت لكم عاد بالطبيعه نبدا تبرد، اما هاكا حطيت فيه بزيد خميره. هنا يخمر العجين، جبته حطيته فميك على الرخامه، حطيت شويه زيت وقعدت نعرك فيه ان بيجيك ما شاء الله. راني تبارك الله راني عييت، راهو ما شاء الله. وبطبيعتنا كي نجيوش نعملوا حوايج بنينه يلزمنا حتى كي نتعبوا في سبيلها مش مشكله. وانا ديما نحب نوريكم حوايج باهيه برشا. بعد ما عرفتوا بالكدا جبت هاك الستايل نتاع الزبده، وهاكا هزيت بيدي. قال المصري ما تاخذونيش، انا كالزبده هذيك ستايل هذاك ديما نستعمل بيه في الخبز، مش نعمل اومليت. شفتوا كيفاش؟ يعني قلت لكم ما تلوموش عليش بني زيت بايدي. انا الحقيقه كي جينيش زبده باش ناكل بها شويه خبز مع القهوه ولا حاجه، الحقيقه انا مانيش نعمل اشهار، اما نحب كان ديليس الحق نتاع ربي. هكا اما كستايل ذاك ما يخطانيش، ديما في الفريجيدير ديما نسحق له. وانا نعجن وانا حطيت مرتين، كل مره نحط شويه لين تولي سوب، الراي تولي تهبل هكا شويه زبده ترجعها لينه بالكدا. حطيتها هنا في الحكيكه وخليتها ساعه اخرى. هاكا عاودت خمرت مره اخرى، وهاكا رجعت من الاول جديد مش نعاود نلملمها شويه. عرقتها شويه اما تلمليم. البنات انا نشوف راني الفيديو يسرع برشا، وانا راني ما نفيقش بروحي كي تلقاوني نسرع في الحديث الله غالب. وزيد الفيديو طويل شويه رغم اللي سرعت، والله ما ان شاء الله تتفرجوا فيه للاخر ان شاء الله. وديما نقولوا نعاود ما تنسونيش من الابوني واللايك والكومنتير، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وجزاكم الله كل خير وشكرا لكم الناس الكل، ربي يفضلكم وربي يديمكم نعمه في حياتي، امين يا رب العالمين. انا نحكي معاكم، انا حسبتكم اخواتي اولادي امي. انا الحقيقه كي نجي ندخل للفيديو ونبدا مش نعمل مونتاج ونبدا نحكي، ما نحبش نعمل اكل بروتوكول ونبدا نحسب في روحي نكلم في ناس ما نعرفهمش. انا حتى ما نعرفكمش وانتم ما تعرفونيش، اما الحقيقه انا نتكلم معاكم بكل تلقائيه، ونحب كل حوايج نعرفها نحب نقولها لكم باش انتم تستفادوا زياده. الفايده مش هكا انا نعمل في الفيديو هكا هو انتم بدو تسمعوا فيا نحكي لكم، انتم هاكم تتفرجوا. هاكا عملت مكعبرات، حطيتهم اليوم كستاشيه وكل البشكير مطوي على برشا ثقال، زادوا خمروا مره اخرى. وبعدين جبت البلاتو نتاع الفور. الوقت هذايا الفور عنده يجي اكثر من ساعه يشعل يعني يسخن. حطيت بابي كويسون، حطيت الخبيزات انا حبيتهم يطلعوا سمين شويه خاطر مش ناكل بهم المرقه. وهاك عملتهم الجريحات هذوكم بالسكينه، عملت هنا شويه نسكافيه وشويه حليب. والجود من الموجود، مره نحطوا فص عظمه مع حليب، مره نحطوا فص عظمه مع شويه خل، مره نسكافيه بحليب، الموجود وحنا معاه. هنا انا الحقيقه شريت البذور اما مازلت ما خلطتش راني اللفاح نتاع الخبز، او حطيت شويه سينور شويه جلجلين وشويه بسباش، او كان نرش فيهم على الخبز. وقلت لكم وانا تعمدت باش الخبز يطلع لي هكا سمين شويه خاطر باش ناكل به المرقه اللي طيبناها، مرقه لك عابر فيها هكا شويه لوبيا. ونتمنى ان شاء الله تكملوا الفيديو للاخر، وان شاء الله تطيبوا وان شاء الله تجربوا، ونوعدكم راهو يطلع لكم الفيديو ياسر وخبز بنين يشره. اما بالنسبه للخبز انتوما كيفاش متعلمين الغاز نتاعكم، انا ما نجمش نقول لكم قداش تخليوه، انا خليته ساعه غير ربع الخبز خاطر سمين شويه. وانتم عينكم ميزانكم على غازكم وعلى خبزكم، واللي يعمل
اقل كميه مني انا نقول رطل ولا حاجه، يعملوا الخبز ارهف شويه. شوف ما بنو راهو يهبل، راهي كلبه سخونه بنينه تهبل، راهي ريحه البسبيس، راهو ما نحكي لكمش. الخبيزه ذي الحقيقه انا ما خليتش الخبز يبرد في عقله وانا نسور، دوبا خرجته هكا كي نزلت عليه نقص هكا تفطست بعدها. خاطر الخبز لازم كي نخرجوه من الفور نغطيوه ربيع ساعه كيما هكاك، وبعدين ناخذوه مش ناكلوا منه. وشوفوا ما شاء الله وتبارك الله. وهذيك مرقتنا وذوكم عبراتنا وهذاك خبزنا. وان شاء الله اليوم يعجبكم الفيديو، وان شاء الله تعملوا لي برشا ابوني وبرشا لايك، وجزاكم الله كل خير. ونشكركم وان شاء الله في فيديو واحد اخر الناس الكل. وبالطبيعه يلزمني نذوقك المرقه ويلزمني نذوق الكعبرات ونودكم ولا نشهيكم بالسلامه، وباي باي.